في حاجات محدش هيقولك عليها عن الحياة، انت لازم تعيشها وتتعلمها مع الوقت في رحلتك. لا في المدرسة ولا أهلك ولا حتى كتب التطوير الذاتي اللي بيقولوا عندهم كل الإجابات. الحقيقة إنك مش هتفهمها غير بالطريق الصعب. أنا حرفيا قضيت سنين حاسس إني تايه، كأني بتفرج على الناس من بعيد، وحاسس إن كل واحد منهم معاه كود سري للحياة وأنا لأ. كنت عايش كده مستني التغيير يجي بس مفيش حاجة بتتغير. كل يوم بالليل أقعد أسأل نفسي، ليه أنا متأخر؟ ليه حاسس إني مش في مكاني؟ إيه الغلط اللي بعمله؟ بس في يوم كل حاجة اتغيرت، حرفيا كل حاجة. اللي فهمته بعد فترة طويلة من الحيرة أنا هقولك عليه في دقايق، ولو فهمته بجد حياتك عمرها ما هتفضل زي ما هي. بص يا صديقي، الناس أغلبها بتضيع عمرها وهي مستنية، هبدأ لما أكون جاهز، هستنى الوقت المناسب. بس الحقيقة المرة، الوقت المناسب كده فخ بيقنعك بيه عقلك، اللي عاوز يخليك دايما في منطقة الراحة اللي مش بتبذل فيها أي مجهود. بس الحقيقة كل ما تستنى أكتر كل ما الخطوة بتبقى أصعب. اليوم بيبقى أسبوع، والأسابيع بتبقى سنة، وفجأة بتكتشف إن سنين ضاعوا منك وإنت لسه بتستنى الوقت المناسب اللي المفروض هتكون جاهز فيه، بس للأسف مش بيجي. السؤال بقى إزاي تخرج من الفخ ده؟ إزاي تبدأ تتحرك بجد؟ في 3 حاجات بس لو فهمتهم مستحيل تبقى زي الأول. أول حاجة لازم تفهمها إن محدش هينجي ينقذك أو يساعدك، ولا أهلك ولا أصحابك ولا مديرك ولا حتى النسخة المستقبلية منك. مفيش حد هيجي فجأة يحسن حياتك. كل حاجة عليك انت المسؤول عن كل حاجة. عارف إنها صعبة، بس أول ما تقتنع بكده هتبطل تستنى وهتمسك زمام حياتك، وهتبدأ انت تحرك حياتك مش هي اللي تحرك. الحاجة التانية هي إن الفعل هو اللي بيولد الدافع. الناس مش بتبدأ لأنها مستنية تحفيز، بس الحقيقة التحفيز كدبة، مجرد شرارة صغيرة بتنطفي بسرعة. التحرك بيجي الأول والتحفيز بيجي بعده. جرب تبدأ بأي خطوة صغيرة حتى لو بسيطة، بعدها كل حاجة بتبدأ تيجي. الحاجة التالتة قاعدة ال3 ثواني. أول ما تيجي لك فكرة عد من 1 ل3 وانطلق. بلاش تفكير بلاش تحليل، اتحرك، وكل الخطوات هتيجي ورا بعض في التسلسل الطبيعي. لو استنيت مخك هيخترع لك مليون حجة تمنعك، وتفضل مكانك ومش هتتحرك أبدا. القاعدة دي هتبدأ تعلم دماغك إنها تتحرك قبل ما الخوف يسيطر عليك ويمنعك إنك تتحرك وتنجز أي حاجة. في النهاية اتحرك، انت مسؤول بس عن الخطوة مش مسؤول عن النتيجة. والنتيجة دي حاجة من الاتنين، إما تنجح وتوصل لهدفك، أو درس بتتعلم منه حاجة محدش أبدا كان هيقولك عليها. أما الفشل ده بيجي لما تقرر تستسلم وتبطل تحاول. وخليك فاكر، طول ما انت مستمر وبتحاول انت لسه ما فشلتش. مستني ايه؟ انت مش محتاج طاقة اكتر، انت محتاج تبدأ. ولو لسه معايا لحد الدقيقة دي من الفيديو احب اشكرك جدا، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تشوف الجديد، وتشير الفيديو ده لحد انت حاسس انه ممكن يستفاد منه. سلام.